خالدة، ليلة باهرة من ليالي الخرطوم، قضينا لسهرة تضمت حاسن، ورأينا حفلة سهرة اتوجت خياصر وتلألأت كواكب من أطيب العناصر كما قالها الشاعر الكبير محمد بشير عتيق. هذا هو الختام مشاهدينا الكرام، وبهذا الهدف الخالد لذكرى هذا اللاعب الذي يخلد اسمه أفريقيا صلاح الجزوري تنتهي هذه المباراة. شكرا لهذه الجماهير الحاضرة، شكرا للجماهير بدعواتها خلف الشاشات، وبإذن الله القادم أجمل. تقبلوا تحيات سوار الذهب، الكلمة تعود للزميل العزيز ماجد الشجعي، لك الكلمة. شكرا للزميل العزيز سوار الذهب. كما ذكرت هي ليلة من ليالي الخرطوم، كيف لا، وهذا الحضور الجماهيري وهذه الإضافة النوعية على مستوى الأداء. الهلال السوداني كان في الموعد أن يهزم مازن العملاق وبهذه الطريقة نتيجة وأداء، هذا مؤشر بأن القادم أروع بالنسبة للهلال السوداني. هدف وحيد إذن هي النتيجة النهائية لهذه المباراة، هدف سجل تحديدا في الدقيقة 51 من عمر هذه المباراة عن طريق صلاح الجزوري بهذه الكيفية الرائعة وهذا الارتقاء، وهدف بنكهة سودانية في هذه الأجواء الاستثنائية. طبعا الجمهور كان في أمس الحاجة لأن يعيش هذه الأجواء الرائعة المميزة. ووتارا، وادي امامنا الاعاده لكره خطيره، هدف لنادي الهلال. وادي طبعا الركنيه اللي لعبها مدثر كريكا، والكره في مرمى الحارس المهدي سليمان. لقطه الهدف الاول من جانب دفاعات نادي الهلال. ودي المحاولة المرتدة الآن لنادي الهلال، 3 لاعبين على 2 من اللاعبين، مراوغة مرور، وفرصة الآن لتسجيل الهدف الثاني، فرصة لتسجيل الهدف الثاني، والهدف الثاني لنادي الهلال يأتي الآن. وادي الكورة اللي يعني أحمد نبيل مانجا فشل في إيقافها في هذه اللقطة، كان لازم يعمل هنا خطأ، ومرور من ياسر الحفني، ومرور من جانب وتارا، ونزار حامد